بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية أنا لو سألت سؤال: ما أعظم شيء في الدين؟ ما أعظم قضية في حياتنا؟ أنا أجزم من الجميع بيقول التوحيد. نقول نعم التوحيد، لكن هناك أمر في اجتهادي أنا أو في رأيي الشخصي قد يكون أهم من التوحيد، لأن التوحيد يقوم عليه. تعرفون ما هو؟ إنه حسن الخلق. إنه حسن الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. طب كيف يكون حسن الخلق أهم من التوحيد؟ نقول لا، التوحيد والأخلاق يرتبطان لا ينفكان. لماذا؟ لأن الإنسان حينما تكون أخلاقه حسنة فإنه يطالب بتطبيق هذه الأخلاق مع كل من أحسن إليه. من الذي أحسن إلينا وأوجدنا وأنعم علينا وتفضل علينا وهدانا وآوانا وكفانا؟ أليس الله؟ بلى. إذن من حسن الخلق أن نعطي لله حقه، وما حق الله سبحانه؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا. سمعتم؟ ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الأمر اهتمام كبير، والله سبحانه وتعالى من قبل ذلك بل شهد لرسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. إذن كلام واضح جدا. بل يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن أكمل المؤمنين، ترابط بين الإيمان وبين الأخلاق. بل يقول صلى الله عليه وسلم قضية أعظم من ذلك، فيقول: إن المؤمن بحسن خلقه لا يدرك درجة القائم الصائم. وقف معي شوي. من منا يستطيع أن يصوم الدهر ولا يفطر؟ من منا يستطيع أن يقوم الدهر ولا يفتر؟ لا أحد. أنت بأخلاقك الحسنة، أنت بأخلاقك الحسنة تستطيعون أن تصلوا إلى هذه المرتبة. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلام المعصوم: إن المؤمن بحسن خلقه لا يدرك درجة القائم الصائم. بل يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أطراف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان صادقا، وببيت في أعلى الجنة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن حسن خلقه. بل يقول صلى الله عليه وسلم: كاد حسن الخلق أن يذهب بالخير كله. العكس تماما، قال عليه الصلاة والسلام: وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سمعتم هذه الأحاديث؟ سمعتم بحديث المفلس؟ تدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، وفي رواية بحسنات كالجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، ما عنده أخلاق، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم قذف في النار. أرأيتم أثر حسن الخلق وسوء الخلق؟ إذا الإسلام دائما يأمرنا أن نحسن أخلاقنا. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما نزلت يقول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ماذا أراد ربي بهذا؟ قال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. هذه أخلاق النبوة. اللهم صل على محمد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.